الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه أمن تذكر جيران بذي سلم مزدت دمعا جرى من مقلة بدمي صلى الله عليه أم حبت الريح من تلقاء كاظمة وأمضى البرق في الظلماء من إضمي صلى الله عليه فما لعينيك إن قلت اكففا همتا وما لقلبك إن قلت استفق يهمي صلى الله عليه أيحسب صب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم صلى الله عليه لولا الهوى لم ترك دمعا على طلل ولا أركت لذكر الباني والعلم صلى الله عليه فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم صلى الله عليه وأثبت الوجد خطي عبرة وضنا مثل البهار على خديك والعنم صلى الله عليه نعم صرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض لذات بالألم صلى الله عليه يا لائمي في الهوى الأزري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلمي صلى الله عليه عدتك حالي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا داء بمنحسم صلى الله عليه ما حطني نصح لكن لست أسمعه إن المحب عن الأذال في صممي صلى الله عليه إني اتهمت نصيح الشيب في عدلي والشيب أبعد في نصح عن التهم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مغتهم فإن أمارات بالسوء ما تعظت من جاهل بنذير الشيب والهرم ولا عادت من الفعل الجميل الذكرى ضيف على ما براس غير محتشم لو كنت أعلم أني ما أواجره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم بل برد جماح من غوايتها كما يراد جماح الخيل بالهجوم فلا تروا بالمعاصي كسر شهواتها إن الطعام يقوي شهوة النهيم والنفس كطفل إن تحمله شب على حب الرضاع وإن تفتنه ينفطم فاصرف هواها وحاذر أن تواليه
سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن الصم في دسمي واغشى دسائس من جوع ومن شبع فرب مغمصة شر من التهم واستغفر دمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حية الندم وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما معضاك النصح فتهيمي ولا تطع منهما خصما ولا هكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقوم أمرتك الخير لكن ما اعتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيمي ولا تزاولت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرد ولم أصومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مبتهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ظلمت سنة من أحيا الظلم إلى أن اشتكت قدمه درا من ورمي واشتد من شغب أشياء وطوى تحت الحجارة كشم مترف الأدم وربته الجبال السم من ذهب عن نفسه فأراها أيام شمامي وقد جوده فيها ضرورته إن ضرورة لا تعدو على العصام وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لوله لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأهوال مقتهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحلف غير منفصم فكان نبينا في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم وكله من رسول الله ملتمس غرفا من البر أو رشفا من الديام وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم وهو الذي
ثم معناه وسورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم صلى الله عليه منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم صلى الله عليه دامت عنه النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم صلى الله عليه وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم صلى الله عليه فإن فضل الرسول ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي لو نسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم صلى الله عليه لم يمتحنا بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم صلى الله عليه حي الورى فمعناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم صلى الله عليه كالشمس تزهر للعين من بعد صغيرة وتكل طرف من أمامي صلى الله عليه وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم يامن تصلوا عنه بالعلوم صلى الله عليه فمبلغ علمي فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يزهرن أنوارها للناس في الظلم صلى الله عليه أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم صلى الله عليه كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في عمم صلى الله عليه كأنه وفد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي هشم صلى الله عليه كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدن منطق منه ومبتسم صلى الله عليه لا تيبا يعدل تربا ضم عظمه طوبى لمنتشك منه وملتثم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما وبتلهي ونجد
والحق يظهر بالمعنى وإن كان به عم وصام فعيان فالشاهد أن تسمع وفارق والإنذار إلهام شديد من بعد ما أخبر أقواه مآهله بعناتينهم المعوان جلام يا قومي وبعد ما عاينوا بالهروب من شعوب مصدقات والظما بالأرض بصدقه السعادة عن طريق الوهن يمون هاتفون من الشياطين المصبوعين يصرخون حاسبين كأنهم همة أبطال لؤلؤ هفين وعزمين العصا من الله حتى يهيروا به نبذا به بعد تسبيح ببعد إيمان نزر مستقيم من أعشاء المستقيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأموال متهمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم الله عليه. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بدع الخط باللقم مثل الغمامة أن سار سائرة تقيه حر أقسمت بالقمر من قلبه نسبة مبرورة ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عميم فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من أرمي ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تهمي وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأتم ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضمي ولا التمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم لا تنكر الوحي من رؤياه إن له
قلبا إذا نامت العينان لم ينم صلى الله عليه. وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتحم صلى الله عليه. كم أبرأت واصبا باللمس راحته وأطلقت أربا من ربقة اللمم وأحيت السنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة في الأعصر الدهم الله عليه. بعارض جاد أو خلت البطاح بها سيبا من اليم أو سيلا من العرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مغتهم دعني ووفيها قادرا غير منتظم فما تطاول آمال المدينة ما فيه من كريم أو غلاك وشيم آياتها كمنا الرحمن محتسب قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان ويتخبرنا عن المعاد وعن عادي وعن يومي دامت لدينا فما قد كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدني محاكمات فما يبقين من شبه لذي شقاق ولا يبغين من عقب ما عولبت قط إلا عاد من عربين أعداء إليها ملقي سلمي ردت لنا غدها دعوى معارضها وأتى الغيور يدا الجلي عن العرب لها معاني كما في البحر في نظري وفوق جوهره والحسن والقيم ولا تعد ولا تحصى عجائبها
سارب السحاب قرت بها عين صالحا فقلت له لقد ظفرت بعمل الله فاعتصمي إذ تتلو هادفتان من حالنا برضا أتفتح ولظى بيومك بشمك كأنها الأرض تبيض وجوبه من العصاة وقد جاءوا كالهمم وكالصراط وكالميزان معدلتان فلقيت من غيرها بالناس لم يقضي ألا تعجبا لحسود راح يذكرها تجاهلا وضعان حاذق البيت قد تنكر عين ضرع الشمس من رديد وينكر الفم طعم المال بالزفرين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مبتلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير خلق كلهم صلى الله عليه يا خير من يمم عفون ساحته سعيا وفوق متون الأينك الرسم صلى الله عليه ومن هو آية الكبرى لمعتبرين ومن هو نعمة العظمى لمغتنم صلى الله عليه ساريت من هرم ليلا إلى هرم كما سار البدر في داج من الظلم صلى الله عليه وبك ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي صلى الله عليه وقدمتك جميع الأنبياء بها ورسل تقديم محزوم على خدمي صلى الله عليه وأنت تحترق سبع طباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم صلى الله عليه حتى إذا لم تدع سأوا لمستبك من الدنو ولا مرقا لمنتكم صلى الله عليه أخذت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي الله عليه كما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم صلى الله عليه فخذت كل فخار غير مسترك وجزت كل مقام غير مزدهم وجل مقدار ما أوليت من رتب وعز إدراك ما أوليت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله دائنا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم
على حبيبك خير الخلق هو شفاعته لكل هول من الأهوال مضطرب وعلى القلوب العداء أنبع بيده يا نبات البلاد وبلا من الغنم في كل معتقد حتى أكوا بالغناء لهما على وضبي وذل غرفك دنيا يبطون به عشالت معال إكرام والرحم تمضي الليالي ولا يدرون عيدتها ما لم تكن من ليالي أشهر الحرم كأنما الدين ضيف حل ساعته بكل كرم إلى لعب العدا قريب يبلغ رقمي فوق سابحته يرمي بموج من الأبقار مرتقب من كل معتدب لله معتسب يسكو بمعتصمين للكفر معتلمين حتى من بعد غربتها موصولة الرحم مغفولة أبدا منهم بخير عزيز وخير فعل فلا تيتم ولم تلبي هم الجبال فسال عنهم مظالمهم ماذا رأى منهم بكل مهتدف وسامون أين وسال بدرا وسلوا خضان مسلحة بالأهوام أدهى من الغرب المنزل البدحوم وفاد ما وردت من العدا كل موت والدين الربب والكاتبين بسوء للخط ما ترفت أقلامهم حفشين من غير موعدين شاكي سنائلهم سوى تمايلهم والرب يبتز فيه سوى علي سلمي إليك ليا هن
بكل نبي كأنهم في ظهور القلب نبتوها من شدة الغمها من شدة الحزن طارت قلوب العباد من باسم فرطان فما تفرق بين البعد والبهد ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الحسن في أيام عادته ولم ترى من وحيد من غير متصلين به ولا من عدو ومن غير منتصرين أهل أمته في حلم ملته كالليث حال معاه أشبان في عجبه كم جدلت كلمات الله من جليل فيه وكم خطأت قرآن بالخاسرين كفاك بالعلم أمي معجزتان في الجاهلية وتجد في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأموال مبتغي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم خدمته بمديه أستغيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم إذ قلدني ما تخشى عواكبه كأنني بهما هدي من النعم عطت غي الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسمي وما يبي آجلا منه بعاجله يبي له الغبن في بيع وفي سلم إن آتي ذنبا فما أهدي بمنتقض من النبي ولا حبلي بمنصرم فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم صلى الله عليه إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فكل يا زلة القدم حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يدا تربت إن الحياة ينبت الأزهار في الأكم صلى الله ولم أرد زهرة الدنيا التي اكتطفت يدا زهير بما أثرى على هرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي
ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مهتمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحمين. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند ولود الحديث الأمين. ولن يأتيك رسول الله جاه كبير إذا الكريم تجلى باسم منتقم. فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا نفس لا ترتدي من زلة أرهبات إن الكبائر في غفرانك الندم. لعل رحمة ربنا يقسمها تأتي على حسب الإسيان بالقسم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكسين لديك، واجعل حسابي غير منخرطين. وصف عبدك في دارين إن له صبرا تدعوه الأحوال ينحازمين. ولا لصاحب صلاة منك دائمين على النبي بمنهل ومنتدم.